الحديث عن مفهوم الوحدة الوطنية، هذا المفهوم حقيقة يتطلب جهاز مفاهيمي لضبط يعني خلفيات المفهوم، لكن تأصيل نظري لمفهوم الوحدة الوطنية يذهب بنا وبدون شك أن الوحدة الوطنية مرادف من مرادفات الوطن ومرادف من مرادفات الانتماء، بحيث أن القول بأن الوحدة الوطنية هي الشعور بالانتماء إلى شيء، وهذا الانتماء بالأساس هو الوطن. هذا الانتماء إلى الوطن يجعل من الإنسان مواطن. يعني من هنا يتم يعني التمييز بين مفهوم الوحدة الوطنية عن باقي المفاهيم، لأنه مفهوم الوطن ومفهوم المواطنة. المواطن الصحراوي، عندما نقول مواطن صحراوي نحن لا نقول مواطن من قبيلة إكس أو قبيلة إيغريك أو قبيلة زيد إلى ما ذلك، بل نقول مواطن صحراوي. وبالتالي مفهوم الوحدة الوطنية يتأسس أساسا على مفهوم المواطنة ومفهوم المواطن. بالتالي يعني الرعيل الأول لجبهة البوليساريو عند مؤتمر عين بن تيلي تفطنوا لهذه المسألة وحاولوا يعني صياغة مفهوم الوحدة الوطنية انطلاقا من المواطن في الدولة الصحراوية، حينما قال الشهيد عريس الشهداء الولي مصطفى السيد: كل صحراوي فهو مواطن في الجمهورية. وهو الأمر الذي تمت عليه الوحدة الوطنية سنة 1975 في 12 أكتوبر تحت الشجرة المباركة. قال سبحان الله: يذكرني الحدث بحدث وقع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حين بايع مجموعة كبيرة من المؤمنين الرسول صلى الله عليه وسلم تحت شجرة بأرض الحجاز، والتي قال الله فيها: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومنافع كثيرة. إذن كذلك سبحان الله كانت الوحدة الوطنية والبيعة الشعبية للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، باعتبار أنها حملت مشعل الثورة، بايعها الشعب الصحراوي قاطبة تحت تلك الشجرة المباركة بعين بن تيلي. أهم محطة توحد فيها الشعب الصحراوي يوم 12 أكتوبر 1975 عين بن تيلي. جاءت الوحدة قبل الاحتلال المغربي بأيام، يعني كانت 12 أكتوبر والاحتلال المغربي بعدها 31 أكتوبر. كذلك كانت انطلاقا للنصر والانتصار، والتف الشعب الصحراوي بمن فيه الأعيان الذين كان يتحكم فيهم الاستعمار آنذاك. تم توحد الشعب الصحراوي قاطبة في ذلك المؤتمر. 12 أكتوبر عين بن تيلي جاءت لتطوي صفحة أليمة في تاريخ الشعب الصحراوي، يعني تاريخ القبلية والتفرقة والتشتت. من قبائل إلى شعب له رؤية موحدة. علاش؟ لأنه قوة العشرة أقل من قوة 100 من طبيعة الحال. أهل الصحراء متوحدين، ومن الأسباب اللي زادت في توحدهم تكالب الاستعمار الذي يريد الأرض بلا سكان. عن القبيلة ما تعطي أي إمكانية للمصلحة إلا في حالات متميزة. وشنو هذه الحالات؟ هي حالات العدم. يعني الكل هذا معدوم، ولا مفروض عليه يعيش بشكل أجزاء، يعيش بشكل وحدات صغيرة. نحن ككل معدومين، وهذا يخلينا أن نعيش بشكل وحدات
أصغر. والله لا بغيتوا تقولوا عنه ما يمكن القبلية هذه ولا القبيلة تلعب دور إلا في العدمية السياسية. القبلية هي مرادف للعنصرية والانتهازية، وهي تغلب بالأساس على المصلحة الخاصة على المصلحة العامة. 12 أكتوبر 75 اللي تطوي هاي الصفحة وتبدأ صفحة جديدة، يعني جديدة يعني بكل ما في الكلمة من معنى، جديدة بالالتحام، بالتعاون، بالوحدة، بالتجاوز كل ما من شأنه أن يؤثر على مستقبل الصحراويين والله على وحدتهم والله على الدفاع عن كرامتهم. العدو ما فيه أسلوب ما استخدموه لتهديم الصف الصحراوي، بدءا من منادات مجموعة من الناس المنتمين بشكل قبلي في البدايات، وتكوين منهم وحدات لتقاتل الصحراويين بعضها البعض. بالتأكيد جند كذلك مسألة الوشاية والدعاية الكاذبة وزرع السموم والتفرقة، ولكن كذلك استعمل الضغط المالي واستعمل السجون والضغط على المناظرين من خلال اعتقالهم من أجل تمرير من خلالهم بعض الدعايات، ولكن كذلك استعمل صحافته، إعلامه، سخر كل جهوده وكل طاقته المالية يعني الموارد البشرية، ولكن كذلك من تجنيد داخل الصحراويين بعضهم البعض من أجل تحطيم هذا الأمر، من أجل أنه مرق الأصبع من اللي حقه من المكاسب والانتصارات العظيمة في كل البلدات. واحيانا يحاول يركز على انه هذا العمل متركز في فلان، والله على انه هذا عمل يعني لا فلان ولا القبيله الفلانيه وغيره من الاساليب الدنيئه والخسيسه المعروفه لدى القاسي والداني. وبالتالي عندنا رابطه من نوع ثاني واقوى لكن من نواعيهم. اذا عدم وعينا ممكن يضيع الكثير من المكاسب اللي كان ممكن نحصل عليه. هناك بعض الحالات ولكن لا تشكل نسبه كبيره بسبب تفطن الشعب الصحراوي بقضيته الوطنية وبعدالتها وبوحدتها. احنا على أبواب ذكرى 40 سنة، هذا اللي هو اللي يجعل الشعب الصحراوي يفطن أي مسلم. يا غير بعد الحمد لله ثمرتها هي اليوم جبهة البوليساريو اللي دولة جبهة صامدة العالم كامل معترف بها، يعني طرف لا يمكن تجاوزه في منطقة المغرب العربي. هذه الأمم المتحدة متحركة فيه الاتحاد الإفريقي عضو فيه اللي هي الجبهة. الأمم المتحدة قاضى هذا الملف بكل جدية، وأكبر دليل على هذا مبعوثينها الخاصين اللي زيارتهم هذه الأخيرة للمنطقة، وستواصل الوحدة الوطنية يعني إيجابياتها كثيرة. نظام الشعب الصحراوي وحدته تجاه معركته التحررية لجميع جبهاتها العسكرية منها والسياسية والدبلوماسية والاجتماعية، وبالتالي هي اللي منها تم الكيان والإعلان عن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية اللي هي الدولة القائمة الذات، مؤسساتها كاملة اللي كاملة مؤسسات الدولة أعلنها موجودة فيها، التنفيذية والتشريعية والقضائية. يعني جاءت هذه الوحدة ومن ثمرتها بدأ تكوين جيش شعبي لمواجهة الغزو واللي يعني يستمر في كفاح مسلح طويل الأمد. وجاتهم اللي يعني لمحي كل القبلية والتفرقة والتشتت، واللي يظهر للعالم أن هناك شعب واحد هو الشعب الصحراوي الساقية الحمراء. إذا أعلن هذه الوحدة الوطنية على الشعب الصحراوي، أعلنوا إقبال يعضها بالنواجذ كما يقال: ضعتكم على محجة بيضاء ليلها كنهارها قضوا عليها بالنواجذ. وبالتالي هاي الوحدة الوطنية هي اللي ضمتنا، هي اللي يالتنا نبقاو مشبثين بها، هي اللي يالتنا نبقاو صوب عينينا، وهي اللي لاهي
هي اللي ضمنت لنا ولا تضمن لنا وصولنا إلى هدفنا، ألا وهو كياننا فوق وطننا وتحريره وبناء دولتنا بصفة نهائية فوق ربوع الصحراء الغربية، وبالتالي يارثنا أن لا نتمكن منها ونسكن واحد. نطلب من شعبنا اليوم أن يتذكر هذا الحدث بحرارة، وأن يضع اليد في اليد، وأن يقاوم. والمقاومة الآن في هذا الوقت هي مقاومة سلمية، وهذه راهي مطلوبة من الشعب الصحراوي قاطبة في الأرض المحتلة أن يقاوم الاستعمار بكل ما لديه، وأن يقدم تضحيات. هذه العاطفة هذه تقنية الدفاع، آلية الدفاع عن الكائن الآخر المشابه لك، هذا على كل حال ما تطلب أي تفكير، تجي عاطفة. إذا كانت تجي عاطفة معناه أن نفسها محدود، أنا ممكن نقتلك ونعطي لولد عمك نعطيه هدية، نعطيها 10,000 ولا 2000 ولا ما عرفتاش، وراه على كل حال يسمح فيك. لأسباب المكاسب، أسباب الكرامة، لأسباب الاحترام، هي حقيقة واحدة اسمها الشعب.